جميل جدا وأنت تحفظ القرآن. هناك عوامل احنا قاعد نذكرها هي تساعدك على تسهيل حفظك، على تثبيت حفظك، على إتقان حفظك. من هذه الأمور المساعدة والوسائل المساعدة أنك أنت تفهم القرآن. شلون؟ اليوم أنت عندك وجه تبي تحفظه، وأنت تحفظ هذا الوجه افتح التفسير معه، ويا كثر التفاسير اللي عندنا، مو التفاسير في الكتب بس، الحين في الأجهزة موجود. اليوم أنت فاتح الجهاز سواء الآيفون أو غيره، تدخل عليه تكتب أي صفحة أنت في القرآن، تقرأ تفاسيرها، تفهم الآية. أنا بس أقول لك جربها، اللي يحفظ القرآن واللي حفظ القرآن واللي تعلم القرآن خليه يجرب إنه لما يحفظ صفحة واحدة من القرآن أو هو يراجع خليه يقرأ التفسير. مجرد فهم راح يعرف أن القرآن هذا قاعد يثبت في قلبه من غير ما يشعر، ويكون حفظه أفضل من غيره. والدي رحمة الله عليه كنت في أيام أخطئ في القرآن لما صلي التراويح والقيام، فناداني قال لي تعال فهد، قال لي فهد ليش ما تقرأ التفسير؟ ليش ما تفهم الآيات جميلة، القصص جميلة في القرآن، قصة يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام مع والده، نوح عليه السلام مع ولده، وأنا أقرأ له وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. أبوي يقول لي قاعد تقراها علي فهد بس مو فاهمها، كنت صغير ما قاعد أفهمها منك، ما قاعد أحسها، تعرف القصة؟ قلت له لا والله يبا. قال لي اقرأ القصة وتعال اقراها لي. لما جيت قريتها له الوالد رحمة الله عليه حسها مني، لأني فهمت القصة. وقصص القرآن كلها جاءت للعبرة لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة. فجميل جدا وأنت تحفظ القرآن أن تخشع مع الفهم وتقرأ التفاسير، وصدقني راح تعرف أن هذا الأمر عامل مساعد جدا يجعلك تتقن القرآن الكريم. من أجمل المراكز القرآنية في إسطنبول وأكثرها نشاطا وتخريجا للحفظة إنه مركز الجامع الأخضر الذي يديره الشيخ عبد الله أسطى. واطلعنا على تجربتهم في التحفيظ والتعليم القرآني، وكان لي لقاء جميل جدا مع بعض مدرسي هذا المركز المتميز. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها. شيخ عبد العزيز، أنا متأكد جدا أنكم تجدون صعوبة في تحفيظ الأبناء في بداية استقبالهم في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف تكون عندكم هذه الهمة؟ يعني واحد يمل، واحد لا يعرف اللغة العربية وتريد أن تحفظه قرآنا هو قرآنا في اللغة العربية. نعم. ما هي الصعوبة التي تواجهونها في البداية، وكيف يعني تكون عندكم هذه الهمة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها عليكم. نعم. أولا قراءة القرآن ليس بصعب في الأصل. نعم. لأن الله عز وجل يقول في كلامه فاقرؤوا ما تيسر من القرآن أو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن الإتراك ليس لساننا عربيا، وهذا يكون لنا صعب. ولكن بعض الأمهات يقرأن القرآن عندما يحملن أولادهن، وهذه القراءة والله تفيد الولد في الرحم، وهو إذا ولد
كأنه سمع هذا القرآن ويكون له سهل حفظ القرآن. وهذا مجرب، شيء مجرب الحمد لله. هذا نقول الأمهات أن يسمعون الآن. نعم، الأمهات هذا شيء مهم. الأم التي تكون الآن حاملا بولدها أو بنتها الآن تحرص أن تقرأ القرآن. نعم. فنجد الآن الشيخ عبد العزيز يقول أن وجدنا أثرا. نعم. عندما تقرأ الأم القرآن وتحرص على قراءة القرآن يوميا وهي تحمل هذا الابن في أحشائها. نعم. يخرج بإذن الله وكأنه سمع القرآن كاملا. الحمد لله. في تركيا يكملون حفظ القرآن في كل سنة 5000. الحمد كل لله. سنة عندكم؟ كل سنة الحمد لله. وهذا رقم رسمية. مع هذا في المدارس خاصة. نعم. الحمد لله. المدارس يعني الرسمية المعلن عنها 5000. 5000 غير المدارس الخاصة التي لا يعلن عنها أكثر منه. نعم. الحمد لله. طلبة القرآن الرائعون الذين عندكم في هذا المركز القرآني الذين شاهدناهم وتقطعت قلوبنا وفرحنا برؤيتهم، ما هي الطريقة عندكم في تحفيظهم القرآن؟ طريقة تحفيظ القرآن الكريم أولا يبدأ من تعارف حروف القرآن الكريم، يعني ألف باء تاء هكذا، لأن طلاب التركية لا يعرفون اللغة العربية. نعم. نعم. يجب عليه أن تتعارف حروف القرآن. نعم. بعد هذا تبدأ قراءة بالسهولة. طيب كم يستغرق وقت تعليمهم الحروف؟ أي ألف باء تقريبا 20 أيام. نعم. وبعد هذا تبدأ قال الذين كفروا للذين هكذا. نعم. تقريبا شهرين. نعم. تدريج. أيوة، بالتدريج حتى يصل لهذه المرحلة بعد شهرين. أيوة. نعم. القراءة يجب أن تقرأ بالتجويد. نعم. في تركيا تجويد ألف باء، يعني كتاب الألف باء بالتجويد. نعم. مد طبيعي، مد متصل، مد منفصل، مد لازم. نعم. هكذا تقرؤون الكلمات مع تعارف التجويد. أعتز بك في هيبتك في تحديك، وامشي على أمرك بسمع وطاعة. لو ضاقت الدنيا وجدت الأمل فيك، قد المجرة والفضاء والتساعة. وردد معاني. هناك طرق كثيرة في حفظ القرآن الكريم، ويمكن أنا من كثرة مشاركاتي في المسابقات الدولية والمحلية أصبح عندي احتكاك مع معظم الدول وطرقهم في حفظ القرآن الكريم، وعرفت طرقهم. ولكن لما أتيت إلى تركيا وزرت الحلقات ومراكز التحفيظ والمراكز القرآنية، وجدت الطريقة العثمانية جميلة جدا وشدتني وكانت غريبة علي بصراحة، فأنا حبيت أبين لكم إياها. هناك طرق كثيرة، ولكن الطريقة العثمانية أنا أعتقد أن أنتم مثلي، أنا لما شفتها ما عرفتها وفرحت فيها كثيرا، والآن يعني أنا أبي أنقل لكم من حبي لكم، أبي أنقل لكم هذه الطريقة الجميلة. الطريقة العثمانية تخيل أن ما يبدأ من بداية الجزء أبدا. شلون يحفظ؟ يبدأ من الجزء الأول، آخر صفحة من الجزء الأول يحفظها، آخر صفحة، وإذا ينتقل إلى آخر صفحة من الجزء الثاني، وهكذا حتى يصل الجزء عامة. أضرب لك أنا مثال. آخر صفحة في الجزء الأول في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يحفظ هذه الصفحة. نحن أولا نحفظه
الصحيفة من آخر كل جزء. مثلا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، من هذه الصحيفة يبدأ حفظ القرآن. ثم ينتقل، هذا اليوم انتهى، كل يوم يحفظون صفحة، ينتقل إلى الجزء الثاني، آخر صفحة من الجزء الثاني، فيقرأ: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. بعد الجزء الأول يقرأ من فلما فصل، كذلك من كل جزء يحفظ آخر الصحف. نعم. اليوم الثالث يحفظ آخر صفحة من الجزء الثالث، طريقة عجيبة بصراحة شدتني. يحفظ آخر صفحة من الجزء الثالث: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، الآية، وهكذا حتى ينتهي إلى آخر جزء عما، آخر صفحة من جزء عما اللي فيها قل هو الله أحد. فيرجع مرة أخرى إذا انتهى من كل آخر صفحة من الأجزاء 30 جزء، يرجع مرة أخرى إلى سورة البقرة. حفظه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يرجع وين؟ يرجع الصفحة اللي قبل الأخيرة اللي هي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذا أتم 30 صحيفة ثم يبدأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هذا صحيفة جديدة ليس له حفظ، مع وقالوا كونوا. بعد شهر ولن ترضى عنك اليهود، مع الصحيفتين اللتين حفظهما قبل شهر. هكذا متى يصل الصفحة الخامسة يكون ربع القرآن، حافظ ربع القرآن ما شاء الله. متى وصل الصفحة العاشرة يكون صفحة حافظ نصف القرآن. متى يصل صفحة 20 هذا يعني عيد للأولاد. نعم. إذا أتم كل الحفظ الحمد لله يكون حافظا ماهرا وقويا كذلك. فتخيل هذه الطريقة العثمانية، الآن هو حفظ آخر صفحة من كل جزء، إذا انتهى من 30 جزء يرجع فيحفظ الصفحة قبل الأخيرة من الجزء نفسه، الصفحة الأخيرة حتى ينتهي. وبهذا إذا وصل إلى ألف لام ميم من سورة البقرة يكون قد حفظ القرآن الكريم كاملا. طريقة أنا أعتقد غريبة عليكم وكانت غريبة علي، وغالبا في الطريقة العثمانية واللي احنا بعد زيارتنا لهم انهم يحفظون القرآن تقريبا من 2.5 إلى 3 سنوات. فحبيت أبين لكم هذه الطريقة الجميلة، الطريقة العثمانية في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. اتفقت أنا معاكم على أمر مهم جدا. احنا اتفقنا أن حفظ القرآن مهم، ولكن المراجعة أهم، لأنك من غير ما تراجع القرآن لا يمكن أن تستمر مع رحلتك في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا وعدتكم أني راح أعطيكم خطة للمراجعة، تكون خطة المراجعة اليومية، وخطة المراجعة الأسبوعية، وخطة المراجعة الشهرية. خطة المراجعة اليومية أنك يا حافظ القرآن واللي قاعد تحفظ القرآن لا تراجع في اليوم أقل من جزء. الواحد يقول لي أنا حافظ أقل من جزء، شيخ فهد شو أسوي؟ أنا أقول لك إذا حافظ أقل من جزء راجع حفظك، أما إذا حافظ جزء وأكثر في اليوم لا تقل مراجعتك عن جزء في كتاب الله سبحانه وتعالى دائما. خطة المراجعة الأسبوعية، هذه الخطة أنت تحسب في الأسبوع شنو حفظت، المقرر اللي عليك عندك 2 3 أيام 4 أيام في الأسبوع شنو حفظت. في نهاية الأسبوع تختار لك يوم حتى لو ما تحفظ فيه تراجع فيه كل مقررك في الأسبوع. خطة المراجعة الشهرية تراجع أقل شيء 5 أجزاء، ونفس الشيء
نفس ما تكلمنا. إذا أنت حافظ أقل من 5 أجزاء راجع حفظك كله. إذا أنت حافظ 5 أجزاء راجع ال5 أجزاء. حافظ أكثر راجع 5 أجزاء في الشهر. اختار لك يوم. هذه الخطط اللي أنا أعطيتك إياها تخليك دائما مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ما تنسى القرآن اللي احنا قلنا يتفلت كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا ما كنت مع كتاب الله سبحانه وتعالى الحفظ يروح عنك، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى عزيز. الخطط، الخطة اليومية جزء، الخطة الأسبوعية تراجع شنو أنت حفظت في الأسبوع، وخطة المراجعة الشهرية أقل شيء 5 أجزاء. وصدقوني ترى 5 أجزاء مو كثير. أنت تقول شلون أراجع 5 أجزاء؟ ترى في ناس وأنا قابلتهم يراجعون في اليوم الواحد 5 أجزاء. كتاب الله سبحانه وتعالى ميسر. صلى الله يوفقنا ويوفقكم يا رب العالمين. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب.